يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بتحية مباركة عطرة أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجتمع بكم بفضل الله تعالى من خلال هذه السهرة المباركة، سهرة إصلاح ذات البين مع برنامج والصلح خير. هذا البرنامج الذي هو لكم ومن أجلكم، من أجل إصلاح ذات البين مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري. دائما نصلح ذات بيننا استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. نستمع إلى قضاياكم، نعرض قضاياكم، سواء كان ذلك عن طريق روبورتاج أو تحقيق أو عن طريق استضافة حالة من الحالات في بلاتو برنامج والصلح خير. نرحب بكم جميعا، نرحب بكل من يتواجد معنا، من ينتظرنا من أجل إصلاح ذات البين خلال هذا المباشر وعلى مدار ساعة و20 دقيقة. نرحب بكل من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية، نرحب بأوفياء برنامج والصلح خير، ونرحب أيضا تحية طيبة خالصة من أعماق قلوبنا للجالية المسلمة في المهجر، ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. يتواجد في بلاتو برنامج والصلح خير فضيلة الدكتور سعيد بويزري الرجل المصلح، ومعنا أيضا ضيف الحلقة السيد سيد علي الذي سيظهر بعد قليل، ولكن بظهور الظل الصيني لأنه يتحفظ لعرض قضية إشكال عائلي خلال هذا البرنامج. نعود إليكم لنستفتح هذه السهرة بالترحيب بفضيلة الدكتور سعيد بويزري. قبل هذا وذاك لا ننسى الزميلة زينب التي تشاهدونها في أسفل الشاشة، وهي تقوم بترجمة اللقاء عن طريق لغة الإشارة لفئة الصم، وهذه الفئة كم هي بأمس الحاجة لفهم القضايا، نوعية القضايا، هي أيضا تخضع لبعض المشاكل ولها جزء وقسط كبير في برنامج والصلح خير. مرحبا بكم مجددا، مرحبا بك زميلة زينب. عنوان هذه الحلقة عنوان هذه الحلقة معذرة فاصبروا. بعد أن كانت سلسلة من الحلقات في الحلقة الماضية، كانت سلسلة من الحلقات فتبينوا فاعتبروا ثم فاعفوا واصفحوا، واليوم فاصبروا. نعود إلى فضيلة الدكتور السعيد بويزري. مرحبا بك دكتور. مرحبا نجاة، الله يسلمك. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. إذن والقضايا كيف هي، خاصة في أواخر شعبان؟ لا، في أواخر شعبان هناك ضغط يعني نوعي. نعم. لأنه الكثير يريدون حل مشكلتهم قبل شهر رمضان الفضيل. وبعد الشهر يعني بعد رمضان أيضا هناك العطلة الطويلة، عطلة الصيف، حيث يجتمع الناس ويلتقون ويأتي المغتربون فتظهر قضاياهم. نسأل الله أن نكون في المستوى المطلوب. فاصبروا إذا دكتور. فاصبروا. نعم جميعا فاصبروا. إذا هناك قضايا أخرى في أواخر هذا شعبان. قضية سيدة من العاصمة حبت تعرض قضية للابن تاعها الوحيد في إشكال عائلي، ربما في إحدى الرحلة من الرحلات. خليدة من العاصمة التي لديها مشكل مع الأخ تاعها، مشكل التسامح. أما السيدة التي اتصلت من الغربة، في الرقم أمامك دكتور سعيد بويزري. إذا أردتم الاتصال بنا والتواصل معنا لعرض قضاياكم، مشكلاتكم في هذه الحلقة المعنونة فاصبروا، إذن استمعوا وشاهدوا هذه الأرقام الهاتفية بصوت هنا وفي. والصلح خير. نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@tv.dz. كما يمكنكم الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021 39 43 43 021 39 42 42.
إذا ممتنة لكم بمتابعة هذه الحلقة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع. نبدأ هذه الحلقة بالعودة إلى فضيلة الدكتور السعيد بوزيري وطرح إشكالية هذه الحلقة المعنونة بعد بسم الله الرحمن الرحيم فاصبروا صدق الله العظيم. فضيلة الدكتور مرحبا بك. إذا دكتور، قلنا في الحلقة الماضية ونحن نتحدث عن العفو والصفح أن العفو أجمل وأكمل وأنقى وأرقى، ومع العفو تنتهي كل آثار الظلم. وقلنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى يزيلها من ذاكرة الظالم أيضا. إذن دكتور، ننتقل اليوم إلى نقلة أخرى بعنوان آخر وهو فاصبروا والصبر مفتاح الفرج. كلنا نعلم أنه في هذه الدنيا هناك مشاكل، هناك مظالم، هناك بلاء، هناك ابتلاء، هناك قضايا عديدة معقدة جدا تقع بين أطراف الأسرة الواحدة أو بين أطراف أخرى. كيف نصبر أمام هذه المشكلات العميقة، هذه النزاعات وهذه الخلافات؟ أكيد أنك ستجيب نصبر بحلها عن طريق إصلاح ذات البين، ونصبر بالصبر أيضا. تفضل دكتور. أكل فضل نجاة، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، مرحبا يسون لا سلام نوان ذي ذويلت نوان والصلح خير. فاصبروا. أنا صابرين دكتور. صبرين إن شاء الله نكونوا من الصابرين يا رب يا رب. رحلتنا مع الصبر رحلة طويلة. نعم. تبدأ من خلال قوله تعالى فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. نعم. هذه الآية جزء من الآية 87 من سورة الأعراف. فاصبروا. فاصبروا. أذكر سادتي الأفاضل بحرف الفاء في العناوين السابقة كما تفضلت بذكرها نجاة، تبدأ بحرف الفاء. نعم. فحرف الفاء حرف عطف يفيد الترتيب مع الفورية. فاعفوا اصفحوا فتبينوا فاعتبروا. إذن الفاء نعيش معها خلال هذه الحلقات المباركات، ونعيش في الوقت نفسه مع كتاب الله العزيز ومع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وربما فيها فحص لكل الأشياء. نعم. نعم. يقينا. إذن الأمر واضح في القرآن. فاصبروا حتى للغاية. حتى نعم. يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. سورة الأعراف الآية 87. نحاول بيان أهم ما ورد في هذه الآية، وكل ما ورد فيها فهو مهم. أولا تبدأ هذه الآية بالأمر، فتأمرنا جميعا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الأمر بالصبر متجه إلى النبيين والمرسلين من أجل تبليغ الرسالات، فالرسول لابد أن يصبر لتبليغ رسالته. لذلك ربنا عز وجل قال في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم في سورة الأحقاف الآية 35 فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وعن أيوب قال ربنا عز وجل إنا وجدناه صابرا. نبي. نعم. أيوب. نعم. وهو رمز الصبر. صبر أيوب. احنا نقول نعم. في الدرجة فلان صابر، صبر أيوب. صبر أيوب بدون شكوى. ربنا بلا شكوى. نعم. بلا جزع. قال إنا وجدناه صابرا. نعم. هذا في حق أيوب. نعم. وإذا ذهبنا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الخبر، جاءه خبر، تبدأ من الآية 16. نعم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. نعم. خبر محزن. خبر محزن. ماذا قال؟ عزيز عليه دكتور. عزيز عليه. نعم. في الآية رقم 18 واش يقول؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سبحان الله. هذا موقف يعقوب. في هذا الموقف الجلل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سورة يوسف الآية 18. وإذا عدنا إلى إسماعيل وقد قاله أبوه إبراهيم إني أذبحك فانظر ماذا ترى. نعم. ابتلاء كبير.
ماذا قال؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. نعم. صعب، موقف صعب قوي. قوي جدا. مقام عالي دكتور. عالي جدا. ما قالوش خفت. لا. وعلاش أنا الضحية؟ لماذا أنا الضحية؟ لأنه جادل دكتور. نعم، أنت شفت في المنام وأنا ما نسامحش، ما نصلحش، نسمعش وما نقبلش هذه نجادل، الرؤيا. يعني استغفر الله العظيم، نجادل الله في آياته. نعم. وقد يفر نعم. إسماعيل وهو صغير، يعني يقدر نعم. يفر يهرب من باباه. نعم. ولكن قال يا أبت افعل ما تؤمر. سبحان الله. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. من الصابرين. نعم. هذه في سورة الصافات. نعم. الآية 102. اذكروا هذه الأرقام سادتي الأفاضل باش ما تعبوش، روحوا المصحف تلقاها مباشرة. نصبروا مباشرة مباشرة. بعد نهاية هذه الحلقة دكتور. نعم. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آية سورة الصافات الآية 102. نعم. إذا ذكرنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أمر الله إليه في سورة الأحقاف 35 الآية. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم. يبلغ الرسالة ويجد متاعب في الطريق. بالمناسبة في يوم من الأيام، في يوم حنين، يوم أن وزع الغنائم، جاء أحدهم وقال هذه قسمة لا عدل فيها. هذا كلام مضر، كلام مؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم. حينما بلغه الخبر قال المصطفى صلى الله عليه وسلم مطبقا هذه مقتضى هذه الآية التي ذكرناها الآن، الأحقاف الآية 35، قال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، يعني اتهم في عدالته. نعم. من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. بعدين قال رحم الله موسى قد أذي بأكثر من هذا فصبر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام طبق مقتضى هذه الآية التي ذكرناها الآن، سورة الأحقاف 35. نعم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن كوكبة النبيين والمرسلين نعم. من صفاتهم الصبر. الصبر. نعم، واضح. خلاص، هذا المستوى العالي جدا. يلا ننزلوا إلى معاشر البشر. نعم. البشر ربي قال فاصبروا، أمرنا بالصبر، أمر الجميع بالصبر. الذين أوذوا في مشكلة يعني في الحياة، وهذا الأذى قد يأتي من الأقارب. نعم. من المقربين، وقد يأتي من الجيران، وقد يأتي من الأصدقاء، وقد يأتي من الأباعد. نعم. وقد يأتي من الحكام. نعم. لا ندري. جاء الأمر فاصبروا. إذن فالمظلومون مخاطبون، وكذلك الذين يصلحون مخاطبون. الذين يصلحون يحتاجون إلى صبر، يصبرون على الناس. لابد أن يصبروا. نعم. لأن المصلح قد يؤذى من قبل الخصوم. نعم. أحيانا الخصمان يتفقان ضد المصلح. نعم. عادي. حدث معك هذا دكتور؟ والله حصلت مرة، ولكن فقط واحد، يعني نعم. الثاني رفض أن يدخل في لأنه كلاهما لم يأخذ ما أراد. نعم. يرضاء الناس غاية تدرك. واحد يقول لك لازم ناخذ 200 متر أرض، والآخر يقول لك لازم ناخذ 230. نعم. اللي طلب 230 دا 210. نعم. واللي طلب 200 دا 180. نعم. فكلاهما عجبوش الحال. يرضاء الناس غاية تدرك. نعم. أحدهما رفض والثاني رفض ثم رضي بعد ذلك. نعم. ولكن في الآخر ذهب إلى المحكمة، وبعد 3 سنوات رجع. وصبرت عليهم طبعا يعني. قلت لهم مرحبا بكما، عادي. نعم. لأنه فاصبروا، هذا سؤال مهم جدا جدا. نعم. جدا، وأشكرك على هذا السؤال الذكي، لأنه نعم في سياق العمل أكيد هناك عقبات. نعم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم صبر على أذى قريش، هذا الرسول قريش وهذا عمه أبي طالب. نعم. عمه أبي لهب اللي قال له تبا لك لهذا جمعتنا. نعم. وضرب الحبيب أوجع كما يقال حينما نعم. تأتي يعني الضربات من حيث لا ينتظر. وقد حصل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحصل للنبيين الآخرين، وحصل للصالحين والعارفين بالله عبر العصور. أقول وإحنا علاش ما نصبروا دكتور؟ هنا مشكلة، لذلك هناك وصفة طبية نطرح بعضا منها. نعم. كما يطرحها الطبيب الحاذق. وصفة طبية تدفعنا إلى تطبيق هذه الآية 87 من سورة الأعراف، فاصبروا. طيب، هناك جملة من النصوص القرآنية تزرع حب الصبر في قلوبنا جميعا. نعم. في قلوب المظلومين، في قلوب المحجورين، في قلوب المصلحين، في نعم. قلوب من أوذوا من مختلف الجهات، في قلوب من كثر الأذى عليهم. أحيانا نعم. الإنسان ممكن يؤذى مرة واحدة والسلام. هناك من يؤذى باستمرار. نعم. يقول لك وقد اجتمع علي الأذى من كل جهة.
أذى متلاحق غير تخلص une commentaire على renouveler طول. une autre commande على طول. دكتور. نعم. الوصفة الطبية التي تجعلنا نقترب من الصبر التي ونزرع هي؟ في قلوبنا فيها جملة من الأدوية دي رماد. الدواء الأول هو أن الذي يصبر ينال معية الله، يعني يكون معه ربي. نعم. جاب لي ربي اللي يكون معه ربي، هذاك هي نعمة كبيرة. نعم دكتور. ربي قال في سورة البقرة الآية 153 يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم. بعدين يقول إن الله مع الصابرين. ما شاء الله. إذا الحصول على معية الله عز وجل هذه نعمة كبرى تجعل الإنسان يصبر لينال هذه الدرجة العالية، أليس كذلك؟ نعم. لو كان واحد برك يقول له مانيش عارف الأمة تكون معاك، بشر يفرح، ولكن فكيف برب البشر؟ لو كان واحد يقول إذا صبرت يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يفرح بك، سيصبر، هذا يحفزه، يزرع فيه الأمل الذي يدفعه إلى الصبر لنيل هذا المقام السامق. نعم. هذا المقام العالي. نعم. ربي قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وبعدين يقول في الأخير في آخر الآية 153 من سورة البقرة إن الله مع الصابرين. إذا الحصول على معية الله عز وجل واستحقاق معية الله هذا أمر يدفع الناس إلى أن يصبروا. الأمر الثاني في هذه الوصفة نعم هو نيل محبة الله. ربي قال والله يحب الصابرين. نعم. يعني اللي بغى ربي يحبه فليكن صابرا. نعم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة نيل البشرى من الله عز وجل. سبحان الله جابها ربي سبحانه بعد الآية 153 وبالضبط في الآيتين 155 156. في الآية 155 ربي سبحانه يقول ولنبلونكم. إذن ربي يقولنا بعد ما قال في سورة أخرى في سورة الملك الآية الثانية قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معنى ربي سبحانه نبهنا ابتداء نعم. أن الدنيا دار امتحان. نعم. الدنيا دار امتحان. الدنيا دار امتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه في الآية الثانية من سورة الملك. ثم تأتي الآية 155 من سورة البقرة ربنا يقول ولنبلونكم بشيء ماشي بكثير، وهذا من حسن حظنا، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهنا تنتهي الآية 155 وبشر الصابرين. نعم. الآية 156 بعدها تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. نستحضر الآيات. سورة البقرة 153 استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وبعدين الآية 155 ولنبلوكم شيء إلى آخر الآية 150 وبشر الصابرين. إذن البشرى من الله عز وجل. الآية 156 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. إذن استحضار هذه ثم نأتي إلى سورة الزمر. سورة الزمر فيها أيضا آية عجيبة جدا يقول فيها ربنا جل جلاله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سورة الزمر الآية رقم 10. نعم. الآية العاشرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. ما كاينش أعز حاجة عند الله مثل الصلاة. الصلاة في عماد الدين. نعم. ربي قال في سورة البقرة الآية 110 قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هاي الصلاة حاجة كبيرة. وفي حديث ابن عمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5 بعد التوحيد تأتي الصلاة إقام الصلاة. طيب هذه الصلاة تفضل صلاة الفذ صلاة الجماعة. نعم. تفضل صلاة الفذ ب27 درجة وفي رواية أخرى في حديث آخر ب25 درجة. هذه صلاة الجماعة عندها 27 درجة أو 25 درجة. نعم. ولكن رب سبحانه حينما وصل إلى الصبر كما في سورة الزمر كما قلنا الآية العاشرة ربنا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. أعتقد هذه الوصفة كافية. وهناك يعني أدوية أخرى الوقت لا يسمح للتفصيل فيها.
أقول هذه الأدوية في الحقيقة في القرآن الكريم لأنها في النهاية تشجع الإنسان وتحفزه على الصبر. نعم. إذا كان هو يعلم بأن الصبر أمره الله عز وجل به فهو أمر الله. نعم. وإذا كان يعلم بأن النبيين والمرسلين من صفاتهم الصبر كما ذكرنا الآيات والنصوص، وإذا علمنا بأن الصابر ينال معية الله وينال محبة الله وينال البشرى من الله وينال الأجر الكبير بغير حساب من الله، فكيف لا يصبر؟ نعم. وصدق الإمام الشافعي حينما سئل عن واجب وأوجب وصعب وأصعب ويعني بكل الصيغ ثم مع صيغ التفضيل، فأجاب إجابات رائعة جدا ودقيقة. قال: من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب ولكن غفلة الناس عنه أعجب، إلى أن يقول: والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. نعم. والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. والإمام علي بن أبي طالب قال: الصبر نصف الإيمان، الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. يعني الذي كان صابرا فقد تحصل على نصف الإيمان. ثم نأتي أخيرا إلى الآية التي بدأنا بها في سورة الأعراف الآية 87: فاصبروا. نعم. حتى يحكم الله بيننا. نقول هذوك المظلومين المحقورين تكفي هذه الآية باش تعالجكم تماما. هو ربي يقولنا باللي أحكام الحاكمين هو الله عز وجل. صدرت أحكام وتصدر أحكام في دار الدنيا، ولكن المحكمة العليا عند الله عز وجل يوم القيامة. نعم. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا والله خير الحاكمين. والله خير الحاكمين. بارك الله فيك دكتور على هذه المقدمة ومجموعة الإشكاليات التي طرحناها، وقد أجبنا فضيلة الدكتور سعيد بويزري. الحلقة تقول فاصبروا، والدكتور يقول صبر جميل على الأذى، على المظالم، على الحجرة، فعسى أنه في النهاية يكون الفرج بحول الله تعالى. إذن في هذه الحلقة حلقة عنوناها بفاصبروا. السيد موجود معنا ضيف، نزل ضيفا على برنامج والصلح خير، السيد سيد علي الذي جاءنا من ولاية مجاورة. هو جاءنا لأنه هو صابر، والإخوة تاعو صابرين، والأخوات تاعهم كلهم صابرين على مشكل عائلي. قبل حلول شهر رمضان أراد أن يقص علينا هذه المشكلة العائلية التي ربما مست بالأرحام وتضرر منها الإخوة والأخوات. نرحب معنا في برنامج والصلح خير بالضيف الكريم سيد علي في هذه الحلقة. فاصبروا. السلام عليكم أخي سيد علي. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ لا بأس. جئتنا من ولاية مجاورة. نعم. سيد علي، استمعت للمقدمة تاع فضيلة الدكتور سعيد بويزير. ربما السؤال اللي نطرحه في الأول، سيد علي راك صابر؟ واش حبيتني نديرو؟ لازم الإنسان يصبر. نعم. راك صابر على الأذى؟ أنا صابر ومازال نزيد نصبر. إلا كتب لي ربي نبقى نزيد صابر. والله المشكل. الحمد لله. إذن سيد علي، المشكلة عائلية وراح نتطرقوا لها بطريقة بحيث أنه الوالدة تاعك ما نمسوهاش وما نخدشوش بها، لانها راهي كبيره 84 سنه. نعم. راك تقول 84 سنه، ربي يطول في عمرها. اللهم. المشكله العائليه انه الوالد تاعك توفى في 1987، والوالد تاعك الله يرحمه ترك املاك كبيره. ترك ثروة، ترك يعني تجارة. نعم. وانتم راكو 8 ذكور و6 إناث، عمركم ما قدرتوا تستغلوا هذه الثروة اللي خلاها الوالد تاعكم الله يرحمه. ما قدرناش. وين راه المشكل سيدي علي؟ تفضل، مرحبا بك. الله يسلمك. كل مشكل إنسان كي يعود يشوف عنده هو رزق وما هوش مستثمره وما هوش مستفاد منه، وإنسان مستولي على رزق ما هوش تاعو، وهذو ماشي ناس براوية، هذو ولادي. اسكو إنسان الضمير تاعو يسمح له باش يطبع وليده ولا بنته ولا يحفز هذا على هذا ولا هذه على هذه؟ نعم. قانونيا ولا دينيا ما كاش، انا ما شفتهاش. دوك انت
انسان عنده رزق وما هوش عارف وين راه، ما على بالو هذا الرزق كيف راه يمشي، ما على بالو شكون راه يتصرف فيه طيب الرزق هذا اللي خلاه الوالد ربي يرحمه، الله يرحمه. واش خلى الوالد تاعك باش يعرف الدكتور واش خلى عقار او قطع اراضي او محلات؟ عقار وتجاره كبيره على كل حال ماشي هو خلاها، خدمناها احنا موراه. نعم. وشنو بالاسم تاعو بالثبوت. بعد ما توفى. بعد ما توفى. خدمناها ومشات وهي تمشي وتخدم. يا سيدي على الاقل انا نعرف هذا الشيء وراه يروح. نعم. طيب سيد علي، قبل قليل كي كنا في الكواليس قلت لي باللي هذا الرزق تاعنا ما راناش نتصرفوا فيه احنا 8 خاوه و8 خواتات، راهو يتصرف فيه نسيبكم واحد من نسبكم. هو يتصرف فيه. كيفاش حتى نسيبكم وصل للرزق تاعكم اللي راهو من اصلكم؟ الله اعلم. الوالده هذه اللي عندكم مشكل معها هي راضيه به. طيب انتم تكلمتوا معها قلتوا لها يا يما حنايا عندنا الحق، تحب تهضر معاكم، خليت لكم الحوار، قالت لكم يا ولادي ارواحوا قوموا خافوا على الرزق تاع باباكم؟ هو موضوع الاشكال الحوار ما قدرتوش تكلموا معها. ما دام ما كاش حوار ما كاين والو. ما دام انسان ما يتحاورش مع اخوه، ما يتحاورش مع باباه، ما يتحاورش مع يماه، ما يتحاورش مع صاحبه مع شريكه، ما كاين حتى حاجه حقيقه. وهي ماشي مخليتكم تدناو كامل هذا الرزق. اللي يحب يدنا للرزق يجيب ولادو يتحاور مع ولادو يسقسيهم، قال انا راني غلط مانيش غلط، اسكو انا كبرت انا مازلت صغير، هذا الشيء كيف نديروا له، انتم واش راكم حابين ديروا كيف وراك رايح. انا في عمري 53 سنه عندي 5 اولاد. وانت الكبير؟ انا الكبير. الله يبارك. الله يبارك فيك. والوالده شحال في عمرها؟ راهي في 80 83 و 83 سنه. رحتوا لها قلتوا لها يا يما خلينا نتصرفوا في هذا الرزق؟ قالت لكم لا. المهم دوك اللي واحده اخرى انا ما قعدناش، ما هي ما لايمتناش، قعدت معنا باش يقولوا لها نكذب عليك، نقول لك قال خوتي انا يقولوا لي قلنا لها ما حبش تاخذ الراي. انا هضرت معها بامال دو فوا ولات ما تحبنيش، انا ولات ما تحبنيش باسكو نقول لها يما انت ما تعرفيش، انت كبيره وما تعرفيش، ما تحبش الكلمه هذه ما تقبلهاش. ما كنا واش نقول لها، انا ندوس معاها ولا راني صابر وساكت وخلاص. وهذا نسيبكم اللي راهو يتصرف في الاملاك تاعكم، عندكم علاقه طيبه معاه؟ انا ما عنديش علاقه طيبه معاه، انا من نهار اللي دختي ما عنديش علاقه طيبه معاه. نعم. ونقولها بكل صراحه. انت كنت شك فيه بانه راح يستولي على عندي شك كبير فيه، انا النهار الاول عندي شك كبير فيه. طيب اذا كان حل الشك، دكتور سعيد بويزري مصلح وعنده تجربة ربما كبيرة في إصلاح ذات البين، راح يسألك بعض الأسئلة ويمكن يجاوبوا. السيد برك سيد علي تحفظ على بعض الأشياء، قال لك باش ما نقيسش ما نجرحش وما نجرحش العائلة. تفضل دكتور سعيد بويزري. لك الفضل. طيب يا الأخ سيد علي، بارك الله فيك وجزاك الله خير على صبرك. نسأل الله أن نكون جميعا من الصابرين. الآن الله يبارك أنتم 8 إخوة و6 أخوات. يعني ربي خلق وفرق. ممكن إنسان هاول واحد من الأولاد يحاول يتحاور مع الوالدة وترفض. يمكن هذا واقع، ولكن يعني كلهم ما كاينش واحد منهم يعني هكذا يقدر يتواصل معها يقول يا والدتي. لا يجوز هذا الشيء، لأنه عدوان، هذا عدوان على الميراث. ما عندهاش قبول الشيخ، يعني رفضت. عندهاش قابليه للشيء هذا، ما عندهاش كاع. ولا واحد من خوالك ولا واحد من خالي خوها، انا رحت ليه قبضتو قال لي ذيك ما تاخذ راي حتى واحد. خوها قالها واحد، رحت ليه انا عندي 8 سنين ولا 9 قبضتو قلت له خالي شو كيفاه شو كيفاه، وانا ما عندي، انا عندي 5 دراري. انا اوروزمون كون عندي المراه تخدم كانت معاونتني. نعم. عندي 2 بيوت وكوزينه اني نسكن فيهم، وعندي اولادي 5. الله يبارك. الله يبارك فيك. كي رحت ليه قبضته خالي خوها. نعم. دوك التال وكنت رحت واحد من الفاميليا من العائله يروح يقبضها يقول لها يا ودي عيب عليك واش راكي ديري ومشي حق وربي ما قالش هكذا، ما تعود ما تحبوش. صح. اذا هذا الباب يعني نفترض وهذه حقيقه الشيخ، اسمح لي تعطيك الكلام، هذه حقيقه واش راني نقول لك على مرادي وانا على المباشر. هذه حقيقه. طيب. واش راني نقول لك. طيب على اي حال الوالده دائما مقامها دائما يبقى عاليا. هذا هو الاشكال. بارك الله فيك. هذا هو الاشكال. ربي سبحانه في القران قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وقال في آية اخرى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. بارك الله فيك على صبرك الجميل. الله يسلمك. الان في فن الصلح،
في فن الصلح نطرقوا جميع الابواب. نعم. فاذا كان طرقنا باب الوالده وما كانش، يعني قلت 8 ابناء و6 بنات والاخوال، ما كان حتى واحد يقدر يقنعها باش هي تيسر وتوفر اسباب القسمه الشرعيه للميراث. هكذا. طيب نطرح لك سؤال اخر بالنسبه لهذا زوج اختك، يعني هذا نسيبكم، ما كان حتى واحد يتواصل معاه يقول له يا فلان اتق الله، إن ما أخذته الآن لا يجوز لأن